كيف يفهم الناس هذه السورة؟ والله الذي لا غيره أنها برنامج حماية من جميع فيروسات وأخطار الحياة هذه السورة، ولا تستطيع البطلة كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يعني سأعطيك خبر في هذا. أحد يعني من نعرفه صنع له سحر في بيته، كان يعمر بيت جديد، وأثناء التعمير أرادوا دمار أسرته بالكامل، فجاءوا أثناء التعمير ودخلوا ووضعوا السحر داخل الجدار ثم غطوا بالإسمنت ووضعوا ما كأنه فعلوا شيء. نعم. جاء هذا الشخص وإذا بأسرته دمرت، يعني مشاكل مع الزوجة، مشاكل مع الأبناء، لا يجلسون لا يأكلون لا يشربون، مشاكل ليس لها أول ولا آخر. الشاهد أنه قرر أن يصدق مع الله ثم مع القرآن ثم مع سورة البقرة. قال سأقرأ البقرة يوميا في الصالة، يوميا بعد العصر أقرأ البقرة بإذن الله، يعني يخلصنا من هذا الهم ويشفي بيتي. نعم. فاستمر اليوم الأول والثاني، بدأ يلاحظ أن هناك شق في جدار الصالة يعني يوميا يتكرر معه، فكلما أكثر من القراءة كلما زاد الشق في الجدار. فأحضر عامل متخصص قال لازم نكسر الجدار حتى نتأكد إيش المشكلة داخل، تسريب ما آخر. فلما كسروا وجدوا السحر. الله سبحان الله. سبحان الله. فأخرج السحر فبطل، يعني أبطلوه، فعاد البيت كأنه ولده من جديد. يا سبحان الله. هذا سورة البقرة. نعم. طيب أقول من هذا كيف المعاملة مع سورة البقرة؟ يعني أقرأها مرة واحدة. الطريقة الآن قالوا كيف نقرأها، مثلا نجزئها أو نقرأ. الأفضل أنها تقرأ كاملة مرة واحدة ساعة. فأنا أقول لك يوميا خصص نص ساعة. تريد العلاج؟ والله لو كانت أسحارك مدفونة في آخر العالم والله أن يبطلها سبحانه. لا يحتاج يذهب شخص يبطلها. ترى نعم. بعض الناس عنده اعتقاد إنه لازم السحر يطلع، لازم أخرج السحر. أوه. نعم. لا يشترط. الآن لما حدث زلزال سونامي كم من الأسحار خرجت هذه كميات كبيرة، وناس كانوا في مستشفيات قاموا مجانين صح، ما احتاج أحد أن يذهب ويبطل السحر نفسه، لكن الله أخرج السحر، الله من تكفل بهذا. فأنا قلت أقرأ البقرة يوميا، بعد أفضل وقت بعد الفجر. نعم. ولو خصص وقت آخر لا إشكال، لكن إذا أراد الأفضل بعد الفجر في الصباح، لأن يبدأ الحماية من الصباح، تبدأ الحماية من الصباح. خلاص حماية يومية هذه. فتقرأ البقرة كاملة ثم تجمع يديك فتنفث فيها 3 مرات. طبعا هذا ليس حديث حتى لا يظنه المشاهدين، هذا علاج اجتهادي للرقى. فيجمع يديه وينفث فيها 3 مرات ثم يمسح من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه. طريقة نفس الشيخ معلش، يعني كيف نعمل؟ 1 2 النفث يكون معه شيء من الريق، شيء بسيط، رذاذ. رذاذ بسيط ببركة ما قرأ، ببركة ما قرأ. فينفث 1 2 3 ثم يمسح من أعلى رأسه وعلى يديه وعلى جسده كاملا. إذا كان أمامه ماء، أي ماء كان، إن كان زمزم فهو خير لما شرب له كما قال. نعم صحيح. وإن كان ما يوجد زمزم أو في صعوبة في الحصول عليه، في الماء الذي أمامك انفث فيه واشرب. كذلك 3 ولا ما شاء الله؟ ما شاء، ما في مشكلة، لا يحدد شيء. وإذا كان يوجد زيت زيتون، الشجرة التي أقسم الله فيها والتين والزيتون، فينفث في الزيت والزيتون، فينفث في الزيت ويدهن جسده كاملا. يتدم به والدهن به. أيوة. نعم. كما جاء في الحديث. نعم. فيدهن الجسد كاملا. قد تظهر بعض العلامات كبقع خضراء، بقع حمراء، وهذا يدل على أن الجسد يتفاعل لطرد إما حسد إما عين إما سحر. إذا كان السحر مشروبا فيأخذ ملعقة من هذا الزيت يجد كالانفجار في بطنه، كأن هناك شيء سينفجر. إذا كان السحر يعني مأخوذ من آثار المسحور فيكتفى بدهن الجسد كاملا. إذا كان فقط السحر مشروب أو مأكول فإنه يشرب الزيت ملعقة واحدة على الريق، أو كذلك الماء يشرب. طبعا الماء يشرب حتى الارتجاع. يحاول أن، خاصة إذا كان زمزم تضلع كما جاء في الحديث، اشرب حتى تغلق جميع المناسم فتخرج ما في بطنك. حتى أذكر أحد الإخوة صنع له سحر تفريق بين زوجته، فطلق زوجته تأثير السحر، طلق الزوجة وجاء عندي في المسجد وجئت يعني سبحان الله أقرأ عليه، ثم أخرج القهوة العربية المعروفة، أخرج القهوة لكأنها صنعت قبل قليل. صنعت له امرأة تحبه فصنعت له في القهوة واستدرجته يوما حتى أشربته القهوة، فعاد بعد السحر وطلق الزوجة وأخذها إلى أهلها. فلما يعني أخرج السحر قام قال أين زوجتي وين أبنائي؟ سبحان كأنه نشط من عقاب. سبحان الله. كذلك أذكر حالة كذلك نفس قريبة من هذه لامرأة يعني
يعني لا تستطيع أن تنام مع زوجها ولا أن تعطيه حقوق الشرعية وكذا، فأراد أن يطلقها. سحر التفريق. سحر التفريق. نعم. آخر ما فكر به قال اتصل على شيخ. يعني بعض الإلحاح وكذا، وأنا دائما أحب أن أربط الناس بالقرآن ليس بالأشخاص. هذا هو الأفضل طبعا. نعم. أقول له اقرأ، لكن بعض الناس أمي أو لا يستطيع ما أن يستوعب يقرأ هذا أو كذا. فذهبت فجلست أذكر يعني 4 ساعات في الرقية دون أن تتحرك حركة واحدة. ثم قالت لزوجها قول للشيخ الوقت تأخر، خلاص أنا ما هي شيء. فقال يا شيخ ترى ما فيها شيء. قلت انتظر. فزدت، فالساعة 5 نطق الجان حتى بالطرائف. سبحان. قال أنت ما عندك بيت؟ ما عندك أهل؟ شنو يعني ما غلبنا؟ إيه سبحان الله. لا. يعني قال ما تعبت 5 ساعات وتقرأ ما تعبت؟ سبحان الله. قلت سأجلس معك إلى الفجر، فإما أن تخرج ببركة القرآن وإما أن تستمر، فالقرآن بركة، أنا سأقرأ يوم ما عندي مشكلة، فتح الله أجر. نعم. ما عندي مشكلة. فسبحان الله تعجب الزوج. قلت الآن لو طلقت هذه المسكينة ما ذنبها؟ المشكلة عندنا وعند الناس آخر ما نفكر به القرآن. هذا اللي يبعدنا عن القرآن. نعم. نذهب للطبيب ونذهب ما في إشكال، لا تنسى نصيب من الدنيا، لكن ليش ما نعرض أنفسنا على كتاب الله؟ أنا ما أحتاج. هذه أفضل عيادة. أنا أفتح أفضل القرآن صيدلية. نعم وأقرأ البقرة. نعم. يعني أنا سأعطي رسائل مثلا الفلق، سورة الفلق، يعني ما تعوذ أحد بمثل ما تعوذ بالفلق والناس، بل شوفي منها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أكيد في السحر. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس.